قال رحمه الله: ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا. نعم، هذا حكم خاص مستثنى مما تقدم، وهو مسألة تضمين من تولى علاج الإنسان أو الحيوان. من تولى علاج الإنسان كالطبيب أو الحيوان كالطبيب البيطري، ومن في حكمهم كالممرضين والممرضات والصيادلة وأصحاب المختبرات، فإن هؤلاء أجراء، إما أجير خاص وإما أجير مشترك، ولهم حكم خاص. فمن تولى علاج الناس بأنواعهم لا يضمن عند التلف إذا توفرت شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عارفا بالمهنة، أن يكون ذا علم. الشرط الثاني ألا يتعدى ولا يفرط. والشرط الثالث أن يكون فعله بإذن المريض أو ولي المريض. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يضمن. يعني يا إخوة، مريض أجرى عملية، طبيب أجرى عملية لمريض وهو طبيب على علم ولم يتعدى أو يفرط، بل عمل ما جرت به العادة وبإذن المريض أو وليه، فإنه لا يضمن وليس عليه شيء، لا دية ولا صيام ولا غير ذلك، ما عليه شيء. أما إذا تخلف شرط فإنه يضمن. أنا أذكر الجملة وسنعود إليها، أذكر الحكم جملة ونعود إليه بكلام المصنف. طبيب جاهل، إما مثلا أنه ما حصل على شهادة وإنما زور شهادة ويمارس الطب وأنه الطبيب فلان وهو ما درس حتى الثانوي، فإنه يضمن. تعدى وفرط وعمل أشياء لم تثبت علميا حتى لو عن اجتهاد منه، فإنه يضمن. أجرى جراحة للمريض بدون إذن المريض ودون إذن وليه ولو تبعا فإنه يضمن. يعني مثلا أذن له في عملية الزايدة ففتح البطن لعملية الزايدة فرأى الكلية أعجبته، ذهب يعمل فيها فحصل تلف، فإنه يضمن. هذه جملة الحكم، ونعود إلى كلام المصنف. قال: نعم. قال: ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا. ولا يضمن حجام. الحجام معروف، الذي يقوم بالحجامة ويخرج الدم بالطريقة المعروفة، ومثله الفصاد الذي يفصد العروق ويخرج الدم من العروق. الحجام يخرج الدم من الجلد، والفصاد يخرج الدم من العرق. وختان الذي يقوم بالختان فيختن الذكر والأنثى.
وبيطار. البيطار يطلق على من يعالج الدواب، ومن هنا يسمى اليوم بالطبيب البيطري نسبة إلى البيطار. ويطلق أيضا على من يعتني بخفاف الدواب. بعض الدواب كالخيول تحتاج إلى شيء يوضع في الخف، فهذا يعتني بالخف ويحفه ويجعل هذه الحديدة فيه ويسمرها ونحو ذلك. هذا أيضا يسمى يعني بيطارا. ويطلق أيضا على من يشق الورم ويقطع الزائد. قديما يقولون يبط الزائد. يبط يعني يشق. أحيانا يحدث ورم في الحلق، أحيانا ورم في الجلد، فيأتي يشق هذا الورم حتى يخرج القيح الذي فيه. هذا أيضا يسمى بيطارا. الشاهد يا إخوة أن المقصود كل من يعالج الناس أو الدواب لا يضمن إذا توفرت شروط ثلاثة. نعم. قال إن كان حاذقا. نعم، يعني إذا كان عارفا بالمهنة، وكان ذلك قديما يعرف بالشهرة، أن يشتهر بين الناس أنه طبيب. كان قديما يكون هناك رجل في القرية يشتهر عند الناس أنه طبيب، إذا مرض أحد يذهب إليه ويحسه ويجسه ويعطيه عشبة أو نحو ذلك. فكان قديما يعرف الحاذق بالطب بالشهرة وشهادة الناس، واليوم يعرف بالشهادة المعتمدة. إذا كان حاصلا حقا على الشهادة المعتمدة فهو حاذق. لكن اليوم هناك طب يعرف بشهادة الناس. هذا الطب الذي يعرف عندنا بالطب الشعبي، ويعرف عند بعض الناس بالطب البديل. يكون هناك حكيم لا يحمل شهادة طبية، ولكن عنده خبرة بالأمراض والأعشاب، فهو حاذق وينفع الله به الناس. كيف نعرف أنه حاذق؟ بالشهرة وشهادة الناس، أن يشهد له الناس أنه طبيب. أما ما يقع عند بعض المسلمين الجهلة، يقولون فلان من أهل الله، إذا ذهبت له يضع يده على رأسك تطيب رجلك، من أهل الله. وتذهب إليه لترى هذا الرجل الذي من أهل الله، تجده جالسا عند الباب وفي يده السيجارة، يقول ما شاء الله هذا من أهل الله. تجده يسمع الغنى، يقول من أهل الله، هذا من أهل الله. تجده ما يصلي مع الناس، ربما ما يصلي، يقول هذا ولي، رجل صالح. هذا جهل، هذا فساد في العقيدة، ما يدخل معنا. يأتي شخص يقول الشيخ يقول يعرف بالشهرة، فذاك الرجل يعرف بالشهرة إذن هو حاذق. لا، وإنما الذي يعرف بالمهنة والحكمة والمعرفة. إذن يا إخوة، اليوم الطبيب الشعبي عندنا
يعرف بهذا. ولذلك لو أن أحدا ذهب إلى الطبيب الشعبي وأعطاه عشبا فتأذى منه فرفع عليه قضية، فإن القاضي ينظر في كونه حاذقا بشهادة الناس. فإن لم يكن حاذقا فإنه يضمن مطلقا بلا تفصيل. وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني. قال ابن القيم: وهذا إجماع من أهل العلم، أي أن الطبيب الجاهل يضمن مطلقا بإجماع العلماء. نعم. قال: ولم تجن يده. نعم، هذا الشرط الثاني لعدم ضمان الطبيب، أن يكون حاذقا غير جان، أي لم يتعد أو يفرط. فإذا كان حاذقا ولم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن. أما إذا كان حاذقا لكنه تعدى أو فرط فإنه يضمن. قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا. لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا. نعم. قال: وأذن فيه مكلف أو وليه. نعم، هذا الشرط الثالث لعدم الضمان، وهو أن يكون عمل هؤلاء بإذن المريض إن كان أهلا للإذن، أو بإذن وليه إن لم يكن المريض أهلا للإذن، كأن كان صغيرا أو كان مغمى عليه، حتى يصبح عملهم مباحا مأذونا فيه. والقاعدة عند أهل العلم أن الإذن ينافي الضمان، أن الإذن ينافي الضمان. ويستثنى من هذا الشرط، وانتبهوا لما أقول، حالة الضرورة، فإن هذا الشرط يسقط عندها. ما هي حالة الضرورة؟ أن تتوقف حياة المريض على الإجراء الطبي ويتعذر الإذن، فيكون الطبيب بين أمرين: إما أن يجري العملية رجاء أن ينقذ المريض، وإما أن يموت المريض. نقول هنا حالة ضرورة، فيجري الطبيب العملية كأنه قد أذن له. لماذا؟ لأن الشرع أذن له، لأن الشرع أذن له. يعني طبيب في المستشفى جاءه مريض في حادث والمريض مغمى عليه وفيه نزيف، لابد من إجراء عاجل لإنقاذ حياته، ولا يعرفون من هو وليس معه أحد. هنا يسقط شرط الإذن ويحل إذن الشرع محل إذن المريض. فلو حصل تلف فإن الطبيب لا يضمن
لأن الشرع قد أذن له، والإذن ينافي الضمان. نعم. قال: ولا راع لم يتعدى أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه. نعم، يعني ولا يضمن الراعي سواء كان أجيرا خاصا كأن يرعى غنم إنسان بعينه، أو مشتركا كأن يرعى غنم عدد من الناس، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. إلا إذا تعدى كأن ركب على دابة لا تركب، ركب على دابة لا تركب فماتت، يضمن الراعي. أو ضربها ضربا زائدا فماتت بسبب الضرب فإنه يضمن. أو فرط كأن نام عنها نوما غير معتاد عند الرعاة، نؤوم جاء في ظل شجرة وإلا ظل صخرة ونام وترك الغنم فتلفت أو تلف بعضها فإنه يضمن. ولاحظوا يا إخوة أن نقول نام نوما غير معتاد. أما النوم المعتاد الذي ينامه الرعاة ولا يضر فهذا ليس بتفريط. أو تركها حتى غابت عنه غيبة غير معتادة، مثلا اليوم معه الجوال. قديما كان فيه شيء يسمونه ملهي الرعيان، يعني يلهي الرعاة، يناديهم بصوت، هو من الجن، يناديهم بصوت فيذهبون خلفه ويتركون الغنم. اليوم ملهي الرعيان هذا الجوال، هذا لها الجميع، حتى في الصلاة تقام الصلاة والواحد ماسك الجوال. إذا ركع الإمام وضع الجوال وركع. فالراعي مثلا معه الجوال وجالس ينظر في الجوال وذهبت الغنم وتلف بعضها فإنه يضمن لأنه فرط. فالشاهد أن يد الراعي ويد الطبيب يد أمانة، لا يضمن أحدهم إلا إذا تعدى أو فرط من أجل القيام بهذه المصالح. لو قلنا إنهم يضمنون لترك أكثر الناس الطب، ولو قلنا إن الراعي يضمن لأبى أكثر الناس الرعي. فحفاظا على هذه المصالح نقول إن أيديهم أيدي أمانة، لا يضمنون إلا مع التعدي والتفريط. نعم.